كيفية تغيير باسورد الواي فاي وعمل إخفاء لشبكة الواي فاي وتغيير اسم شبكة الواي فاي. طبعا الراوتر اللي احنا هنتكلم عنه راوتر موديل اتش 188 اي، يعني لو حضرتك عندك موديل الراوتر ده اتش 188 اي، سواء بقى في شركة اورنج، فودافون، اتصالات، فهو الشرح ليك تمام. ما بيختلفش، يعني كل اللي بيختلف ان كل شركه بتحط السوفت وير بتاعها اللي هو مثلا بيجي عند الراوتر تلاقي مكتوب الراوتر اورنج، راوتر فودافون، راوتر راوتر اتصالات تمام. ولكن الراوتر موديله اتش 188 اي، فهو السيستم واحد تمام. وملحوظه كمان، لو حضرتك تمتلك راوتر موديل اتش 168 ان، اتش 168 ان، فهو الشرح ليه. كل الاختلاف بس بسيط جدا، ان اتش 188 ايه بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز، ده بالنسبه للاتش 188 اي. اما بالنسبه للاتش 168 ان، ده بيبث شبكه واحده 2.4. طبعا حضرتك لو عندك موديل الراوتر ده او موديل الراوتر ده، فهو الشرح ليك. ما بتختلفش بالشركه يا شباب، ما تدورش على كلمه وفودافون واتصالات واورنج والكلام الفاضي ده كله. احنا يهمنا كله ان يكون موديل الراوتر واحد تمام. اول حاجه تفتح المتصفح بتاعك بالشكل ده كده يا شباب، وهتبدا تكتب 192.168.1.1 وهتقول انتر. هيبدأ يفتح معاك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ده الراوتر، هنكتبهم ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم يا شباب بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ده الراوتر، هنقول لوج ان. طبعا لو ظهرت معاك الخيار ده، لو انت عامل ريست للراوتر عشان الراوتر ما كانش بيفتح معاك وبيدخلك على صفحة الراوتر، او كنت بتكتب اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر صح وهو بيقول لك غلط، فدايما الخطوه دي احنا بنحتاج نعملها. يعني بالبلدي كده، لو حضرتك عندك الراوتر وجيت تكتب اليوزر نيم والباسورد ومتاكد ان انت كاتبهم صح، والراوتر بيقول لك ان اليوزر نيم والباسورد غلط، يبقى كل اللي عليك فيه فتحه صغيره كده في ظهر الراوتر هتلاقي مكتوب عليها ريست. هتجيب قلم او دبوس وهتفضل ضاغط ضغطه مطوله لحد ما يبدا اللونات كلها تفصل ويبدا الراوتر يشتغل تاني. بعد كده شيل ايدك عشان تقدر تدخل على صفحه الراوتر لو قال لك ان اليوزر نيم والباسورد غلط يعني تمام. انا بالنسبه لي هقول كنسل، فعادي خالص. بعد كده يبدا يفتح معايا الراوتر بالشكل اللي انتم شايفينه. هختار حاجه اسمها لوكال نتورك اللي هي دي يا شباب. بعد كده اختار حاجه اسمها دبليو لان. بعد كده يا شباب في حاجه هنا اسمها دبليو لان اس اس اي دي كونفيجريشن، هنبدا نضغط عليها. هيبدا يظهر معايا الشبكات بالشكل ده تمام. طبعا لو لاحظت هنا دلوقتي هتلاقي الراوتر اللي هو الاتش 188 اي بيبث شبكتين 2.4 وال 5 جيجا هرتز. اما الراوتر اللي هو الاتش 168 ان بيبث شبكه واحده 2.4. ده الفرق بينهم، ان اتش 188 اي بيبث شبكتين 2.4 و 5 جيجا هرتز، والاتش 168 ان بيبث شبكه واحده وهي 2.4 تمام. ده الاختلاف بينهم، ولكن السيستم الراوتر هتلاقيه نفس الشكل. هنا طبعا بيجيب لك الشبكات كلها. طبعا انا بالنسبه لي عشان بيبث شبكتين فعندي 8 شبكات. انت بالنسبه لك عشان بيبث شبكه واحده اللي هو الموديل اتش 168 ان، فهو هتلاقيه 4 شبكات بس. انا بالنسبه لي فاتح اول شبكه اللي هي اس اس اي دي واحد، اضغط عليها هيظهر معايا بالشكل كده. هبدا اكتب هنا مثلا وليكن احمد زي ما انتم شايفين كده. انا غيرت الاسم الشبكه بتاعتي اللي هو اس اس اي دي نيم. غيرت الشبكه، كان الاول اسمها عمرو ولكن دلوقتي خليتها احمد اهو زي ما انتم شايفين. غيرت اسم الشبكه من عمرو الى اسم احمد كده. الشبكه بتاعت الواي فاي بتاعتي اسمها احمد تمام. هنيجي هنا عند اس اس اي دي هايد، دي خاصه باخفاء الشبكه. انا عايز اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي، هاجي عند اون هنا واحدد عليها. طالما حددت عند اون يبقى انا كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. كده انا عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. طيب لو انا عايز اظهر شبكه الواي فاي تاني احدد على اوف. كده اي جهاز بيلقط واي فاي هيقدر يلقط شبكه الواي فاي بتاعتي، لان هي ظاهره هتكون ظاهره عنده، فهيبدا يجيب لي اسم شبكه الواي فاي اللي هي اسمها احمد. هيبدا يظهر في اي موبايل او اي حاجه بتلقط واي فاي اسم احمد، لان انا كده ظاهر شبكه الواي فاي لاي حاجه بتلقط واي فاي.
فاي. تمام. اما بقى لو حضرتك زي ما قلنا كده عايز تعمل لها اخفاء، فهتبدا تضغط على اون كده، فخلاص كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. بعد كده نبدا نختار على الخيار الثاني، هنختار ثاني خيار. بعد كده هنبدا نكتب الباسورد يا شباب. انا مش عارف انا كتبت الباسورد ايه، هضغط على المربع ده شو باسورد، هيبدا يظهر لي الباسورد اللي انا كتبته. انا ممكن اجي اخليه مثلا اس دي مثلا ات 1 2 3 شباك. تمام. هو جايب لي ويك ان كلمه المرور ضعيفه. تمام. هبدا اعمل حرف كابيتال مثلا زي حرف الاي. تمام. فهو كده جابها لي سترونج، جابها لي ايه سترونج، ان كلمه المرور قويه جدا او الباسورد بتاع الواي فاي قوي جدا. بعد كده يا شباب هنيجي عند اخر خيار هنا 32. لو جينا نخليه 33 جهاز يتصل هيقول لك لا، هو اخر الجهاز او اخر الراوتر 32 جهاز يتصلوا في نفس الدقيقه. يعني كمثال مثلا 32 جهاز متصلين بالواي فاي دلوقتي. تمام. لو جه ال 33 هيجي يدخل هيترفض، مش هيرضى يدخل لان الراوتر اخره 32. لازم واحد يخرج وبعد كده ده يدخل مكانه. يبقى ايه؟ يبقى 32 جهاز الراوتر يقدر يشغل 32 جهاز ويتصل بالراوتر 32 جهاز في نفس الدقيقه. تمام. انا بالنسبه لي ممكن اخليها وليكن 4 اجهزه بس، يبقى 4 اجهزه اللي هيكونوا متصلين معايا بالواي فاي. تمام. لو جه جهاز خامس يتصل هيقول له لا انت مرفوض ومش هيقدر يدخله، لازم واحد يخرج. تمام. وده يدخل مكانه. تمام. يبقى انا ايه؟ حددت كده الاجهزه اللي هتكون متصله عندي في نفس الدقيقه 4 اجهزه. تمام. 5 اجهزه هيفتحوا في نفس الدقيقه مش هيفتح، لازم واحد يخرج والتاني يدخل مكانه. تمام. وبعد كده هضغط على ابلاي، هيبدا يحفظ معايا البيانات. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.